اهلا وسهلا بكل الافلامنجيه. فيلمنا النهارده هو فيلم الرعب شوز اور داي. فيلمنا بيبدا من 20 سنه مع اب، وبتبقى حياته كلها عباره عن انه قافل على نفسه وبيلعب العاب الفيديو جيمز، وبيكون مشغول في يوم بلعبه من الثمانينات، وبيكون اسم اللعبه دي هو اللاعن ده اللي هو الشخص اللي بيلعن يعني. المهم بتبتدي اللعبه وبتبقى عباره عن حبه اسئله، وبيبقى فيه ساعتها قدامه اختيارين، وبيكون اجباري على الشخص اللي بيلعب انه يختار اجابه من الاتنين يا اما هيموت. المستوى الاول من اللعبه بيكون اول سؤال فيه وهو ان قدامك ازازه هتاخدها ولا هتسيبها. المهم الاب بيبص قدامه فعلا بيلاقي ازازته، فبيقرر انه ياخدها ويشرب منها، وبيلاقي ساعتها ان اتكتب قدامه في الشاشه ان هو فعلا خد الازازه، فبيستغرب جدا من اللي حصل، وبيلاقي كمان اتكتب له ان الازازه خلصت. ولما بيقرر انه يحط الازازه على الترابيزه بيتكتب له نفس اللي حصل بالظبط، وبيبقى السؤال التاني هو هتجيب ازازه تانية ولا لا. فساعتها بيجرب وبيكتب انه فعلا هيجيب ازازه تانية، وبيتفاجئ ان في ازازه تانية ظهرت قدامه. وبيكون السؤال التالت هو انه يختار بين انه يقطع لسان ابنه ولا يقطع ودان مراته. فساعتها بيتخض جدا ومش بيبقى عارف هو هيختار ايه، بس اللعبه ساعتها مش بتسكت وبتقوله انت لو ما اخترتش هتموت. وساعتها بيسمع صوت قوي جدا في ودانه وبيغمى عليه، ولما بيصحى بيدور على ابنه ومراته، ولكنه بيتفاجئ ان مراته قطعت لسان ابنهم، وبتبقى الام منهاره جدا ومش عارفه ازاي ده حصل. وبيتكتب له في اللعبه انه نجح في المستوى الاول، وتاني يوم في نفس الميعاد هيلعب المستوى التاني، وبيبقى المستوى التاني عباره عن اسئله من نوعيه راس مراتك ولا عين ابنك، فما بيكونش قدامه حل غير انه يختار عين ابنه. وبيبقى اخر سؤال ليه هو انه يختار ما بين انه يكمل اللعبه ولا انه يعمل نسخ كتير من اللعبه دي ويوزعها على بقيه الناس. وطبعا بيختار انه يعمل نسخ كتير، وساعتها اللعبه بتخلص معاه وبتقوله انك عديت فعلا وانك في امان دلوقتي انت وعيلتك. وبنيجي للوقت الحاضر مع واحده اسمها كايلا، وبتبقى حالتها الماديه وحشه جدا، ومامتها كمان بتبقى تعبانه نفسيا بعد موت اخوها الصغير بعد ما غرق في حمام السباحه. ويبقى عندها واحد صاحبها اسمه ايزاك، وبيبقى ايزاك ده مبرمج العاب ذكي جدا. وكايلا كمان بتكون مبرمجه بس بتحاول تقدم في كذا وظيفه لكنها للاسف بتترفض. المهم في يوم وهي في بيت صاحبها بتلاقي عنده لعبه فيديو قديمه، وبتبقى اللعبه دي من ضمن خردة اشتراها ايزاك في مزاد، فبتقرر انها تاخدها عشان بتلاقي مكتوب عليها ان اللي هينجح في اخر مستوى هيكسب 125 الف دولار. وفي نفس اليوم بتكون كايلا قاعده في كافيه وبتبتدي انها تلعب اللعبه، وبيبتدي المستوى الاول في اللعبه، وبيبقى اول سؤال ليها هو هتطلبي قهوه ولا كيكه. فبتستغرب ساعتها لان المنيو اللي قدامها مش بيبقى فيه الا الاختيارين دول. المهم انها بتكتب قهوه، وبتلاقي ساعتها ان الجرسونه في نفس اللحظه جت وبتقدم لها القهوه. فبتتخض كايلي من اللي بيحصل، وبيبقى السؤال التالت قدامها هتستريحي شويه ولا هتكملي لعب. فبتخاف وبتقفل اللابتوب، بس بتتفاجئ لما بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتشوف اخوها اللي مات قدامها وبيقول لها انها لازم تختار. فعلى طول بتفتح اللابتوب تاني، ولما بتفتحه بتلاقي نفسها رجعت تاني لنفس الكافيه اللي كانت فيه. وساعتها بترد على السؤال وبتكتب انها هتستريح، بس بتلاقي حاجه غريبه، وهي ان الجرسونه عماله تكسر في كل الكوبايات من غير وعي، وكأن في حاجه غريبه مسيطره عليها بتخليها تعمل كده. وساعتها بيتكتب لكايلا سؤال تاني على اللاب، وهي انها تختار ان الجرسونه تكسر الكوبايات اكتر ولا انها تنظف المكان. فبتختار على طول انها تنظف المكان، وبتتفاجئ انها نزلت على الارض وبدات تاكل الازاز وهي بتعيط ومش عارفه توقف اللي بتعمله. فبتحاول كايلا بسرعه انها تروح توقفها عن اللي بتعمله، ولكنها للاسف ما بتقدرش. وساعتها اللعبه بتكتب لها انها عدت المستوى الاول بنجاح، وتاني يوم في نفس الميعاد هيبدا المستوى التاني. وتاني يوم بتروح على طول لايزاك وبتحكي له عن اللي حصل لها، بس هو للاسف مش بيصدقها. بيقول لها ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده، هو اكيد مفيش لعبه فيديو ممكن انها تقتل اشخاص في الحقيقه. فبتتضايق منه انه مش مصدقها وفاكرها انها مجنونه، وبتسيبه ساعتها وبتمشي. ولما بتروح شغلها وبتيجي الساعه 2 بتتصل بيها امها وبتبقى مرعوبه، وبتقول لها امها ان في فران كتيره بتهجم عليها. وفي الاول بتكون فاكراها بتهلوس لحد ما بتسمع فعلا صوت الفيران، فبتتخض ساعتها كايلا، ولكنها بتلاقي في نفس الوقت اللعبه اشتغلت على الشاشه كبيره من اللي موجودين في مكان شغلها. وبيبدا المستوى التاني، وبتشوف مامتها كانها في لعبه فيديو، واللعبه بتقول لها تختار هل مامتها تروح اوضتها عشان تستخبى من الفيران ولا تروح الحمام. وبتكون كايلا متوتره جدا من اللي بيحصل ومش عارفه تختار حاجه، فبتقول لمامتها بسرعه تجري ناحيه الشباك وترمي نفسها منه. ولكن مامتها بتلاقي ان الفيران قربت فعلا عليها وخلاص هتقتلها، فبتقرر انها ترمي نفسها من الشباك.
ولحسن الحظ بينقلوا مامتها للمستشفى ومش بتكون لسه ماتت، وبعديها بتروح كايلا لايزاك عشان تحكي له على اللي حصل عشان يصدقها ويحاول انه يساعدها، وبتقول له ان اللعبه بتبدا كل يوم الساعه 2، فبتطلب منه انه يلعب معاها اليوم الجاي. وفعلا بتيجي الساعه 2 وبيلاقوا ان اللعبه ابتدت وبقت في ثالث مستوى، وبيبقى السؤال لكايلا وبيقول لها عايزه مساعده ولا لا. ولما بتتاخر في الرد بتسمع صوت صفاره قويه جدا وبيكون هيأذيها، لكن بسرعه بتختار المساعده. فساعتها على طول بيلاقوا في بابين ظهروا قدامهم، واللعبه بتديهم اختيار ما بين الباب الاحمر ولا الباب الازرق، فبيختاروا على طول الباب الاحمر وبيدخلوا منه، وبيلاقوا نفسهم ساعتها في مكان غريب وبيفضلوا يمشوا في المكان ده لحد ما بيلاقوا اخو كايلا اللي ميت بيظهر قدامهم، وعلى طول اخوها بيجري فبتجري وراه كايلا وبتفضل تنده عليه، وبيفضل ايزاكي يوقفها ويقول لها ان ده مش حقيقي لحد ما بيوصلوا لحمام السباحه، واللي بنعرف من كايلا ان ده المكان اللي غرق فيه اخوها. وبتنزل كايلا وبتفضل تنده على اخوها وتدور عليه، فبينزل ايزاك وراها وما بيبقاش شايف حاجه لحد ما بيجي اخوها من وراه وبيهجم على ايزاك. وفجاه كايلا بتشوف قدامها اخوها وايزاك، واللعبه بتقول لها تختار تنقذ حد فيهم، فبتتصدم كايلا بس بتكون عارفه ان اخوها مات وان ده مش اخوها، فبتقرر ساعتها انها تنقذ ايزاك. ولما بتروح عشان تمسك ايد ايزاك وتنقذه، ساعتها بيهجم عليهم اخوها الميت وبيبقى عايز يموتها، لكن بتقدر كايلا انها تخنق اخوها وتموته. وساعتها كايلا بتبقى منهاره جدا بسبب انها قتلت اخوها وموتته. بس بنشوف بعديها ايزاك وكايلا رجعوا تاني للبيت، واللعبه كتبت لهم انهم اتخطوا المستوى الثالث وان تاني يوم في نفس الميعاد هيبدا المستوى الرابع. فساعتها بيقعدوا يفكروا هيتصرفوا ازاي عشان ينقذوا نفسهم قبل ما المستوى الرابع يبدا. وبيلاقي ايزاك مجله من الثمانينات وبيشوف فيها ان الاطفال كانوا بيلعبوا لعبه شبه اللي بيلعبوها دلوقتي وبنفس البرمجه بتاعتها ولكنها بفلوس. وبيكتشف ان الاطفال زمان عرفوا انهم يهكروا اللعبه ويلعبوها من غير فلوس، فبيفكر ايزاك يعمل زيهم وبيتبع رقم مكتوب على العلبه بتاعت اللعبه. ولما بيتبعوا بيوصل لعنوان مكان في شمال المدينه، فبيقرروا ساعتها يروحوا للمكان ده وانهم هناك ممكن يلاقوا مبرمج اللعبه او اي معلومات عنها تقدر تساعدهم. وبيركبوا العربيه وبيبداوا انهم يتحركوا، وبيكون فاضل 10 ساعات والمستوى الرابع للعبه يبدا. المهم بيوصلوا للمكان وبيبقى عباره عن مخزن كبير، ولما بيدخلوه بيلاقوا مكان مهجور وما بيكونش فيه اي حاجه تقدر تساعدهم. وبيفضلوا يستكشفوا في المكان لحد ما بيوصلوا للاوضه اللي برمجوا فيها اللعبه، وبيلاقوا ساعتها شريط فيديو مكتوب عليه ان دي النسخه التجريبيه الاولى للعبه. فبيشغلوه بيلاقي فيديو متسجل من الثمانينات، وبيكون في واحد بيتكلم عن ان هو اللي اكتشف اللعبه دي، بس للاسف هو معرفش يحدد اصلها او ازاي اللعبه دي اتبرمجت، لكن بيقول ان رموز اللعبه اللي استخدمت في البرمجه بتاثر على الواقع، وان كل ما زادت معاناه الملعون اللي بيلعب اللعبه بتزيد قوه اللاعن. وبيكون معاه واحد في الفيديو بيجرب عليه اللعبه، وبنشوف ان كل ما بيعمل حاجه في نفسه بتحصل زيها للي بيلعب، ولكن اللاعن ما بيحصلوش اي حاجه والملعون هو اللي بيعاني. وساعتها بيسمعوا صوت قوي جدا وبيبدا المستوى الرابع قبل ميعاده، فبيحاول ساعتها ايزاك بسرعه انه يقطع الكهرباء عن التلفزيون، لكن ساعتها ايزاك بيتعاقب وبيتحول لصورة إلكترونية، وبيسألها اللاعن هل انها ترجع اللي حصل او انها تقدم بسرعة. فساعتها بتختار انها ترجع اللي بيحصل، بس بتتفاجئ بشرايط بتطلع من بق ايزاك لحد ما بيقع، وبيفضل ساعتها ينزف لحد ما بيموت ايزاك. وبعديها بتهنيها اللعبة انها اجتازت المستوى الرابع، والمفروض دلوقتي انها تهزم الزعيم، وبيكون مكتوب عنوان لازم تروح له. فبتقرر انها تروح المكان ده، واول ما بتوصل بتلاقي فيه فيلا كبيرة، ولما بتدخلها بتلاقي عيلة مكونة من اب وام وابنهم، وبتكون دي نفس العيلة اللي ظهرت في اول الفيلم. وبنشوف ان الابن عينه ولسانه مش موجودين وانهم راسمين بدلهم، فبيسألها الاب هي مين وبيسمح لها تقعد، فبتقوله ان هي اللي بتلعب اللعبة دلوقتي وان اللعبة هي اللي ادتها العنوان ده. فبيستغرب الاب وبيبتدي يحكي لها انه لقى اللعبة دي من 20 سنة وان اللعبة دي دمرت له حياته. وبيكون الاب فاكر انه نجي من اللعبة وان هو الفايز، لان هو سمع كلام اللعبة وبدأ يعمل نسخ كتير من اللعبة ويوزعها في كل مكان. فبتتعصب كايلا من اللي بتسمعه لان هو السبب في اللي هي فيه والسبب كمان في موت صاحبها. واثناء ما بيتكلموا بيتفاجئوا ساعتها بصوت اللعبة بيشتغل والمستوى الاخير في اللعبة ابتدى، وساعتها بيبقى لازم واحد فيهم يموت التاني عشان يكسب اللعبة واللعبة تنتهي. فبتبتدي المواجهة ما بينهم، وبتجري كايلا على السكينة وبيجري الاب وبيمسك طبق وبيضربها بيه، لكنها ما بيحصلهاش اي حاجة وهو اللي بيحس بالضرب. فبيفهموا ساعتها ان اللي هيضرب نفسه التاني هو اللي هيتأثر. فبتبتدي كايلا تجرح نفسها بالسكينة، وساعتها ايد الاب هي اللي بتتعور، وبعديها الاب بيروح بسرعة وبيضرب دماغه في الترابيزة، فعلى طول بتدوخ كايلا وبتقع. وبيجي ابنه عشان ينقذه وبيفضل يضرب عليها نار، ولكن بسرعة الاب بيحذره وبيقول له يضرب عليه لان لو هي اللي اتضرب عليها نار هو اللي هيتأذي. نشر عليا، انا نشر عليا، بقتلني.
وفعلا بيضربه فبتتأذي كايلا من الطلقة، لكن ساعتها بتتدخل الأم وبيبان إنها كارهة الأب وبتمسك المسدس وبتروح بسرعة عشان تضرب نار على كايلا عشان الأب يتأذي. وبيقدر الأب بسرعة إنه يروح وياخد منها المسدس وبيمسك المسدس وبيحطه على دماغه عشان يقتل نفسه عشان كايلا تتأذي وتموت، ولكن لحسن الحظ بيكون المسدس خلص منه الطلق وبيقدر الأب إنه يوصل للسكينة وبيجرح بيها نفسه. وفي نفس الوقت بتلاقي كايلا قدامها تمثال تقيل، فبتقرر انها ترمي نفسها في المية مع التمثال عشان تفضل غطسانة تحت المية، وساعتها الاب هو اللي يتخنق ويموت. لكن ساعتها بيمسك الاب السكينة وبيجرح نفسه في رقبته، فبتقع كايلا على طول في المية. وبعديها بنلاقي ان الاب فعلا هو اللي بيتخنق من المية لحد ما بيموت، وبتطلع كايلا من المية وبتكون لسه عايشة وما ماتتش، وبتكون نجت من اللعبة وان هي فعلا اللي كسبت اللعبة. وبيجيلها رسالة على الموبايل بالجايزة الحقيقية، وبتكون الجايزة انها بقت اللاعن الجديد، وان كل ما الشخص الجديد اللي هيلعب اللعبة دي معاناته تزيد قوتها هي كمان هتزيد. وهنا بيخلص فيلمنا، وياريت لو عجبك الفيلم متنساش الاشتراك واللايك عشان تدعمنا، وتابعنا عشان يوصلك كل جديد.